مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع مين. النهارده هنعمل شويه كبده من الاخر. زهقنا بقى من الطبيخ والرز والمكرونه والحاجات دي كلها. هنعمل بقى شويه كبده كده ونحطهم في سندوتشات، يا تقعدي بيهم على البحر، يا تقعدي بيهم في الجنينه، يا تقعدي تتغدي في البلكونه. حاجه كده سهله وتحفه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل الخلطة بتاعتنا. هناخد معلقة كبيرة مهرمة من الثوم المهروس. انا بعمل المقادير دي لكيلو من الكبدة. تمام. هحط عليهم معلقة كمان صغيرة مليانة من الكزبرة الناشفة، وهحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الكمون. هحط ملح حسب الرغبة، كل واحد حسب الملح اللي هو بيحبه او بيستسيغه في الاكل. هقلب بقى الخلطة دي كده كلها مع بعضها. هجيب عصير ليمونة وهخلطه كويس مع الخلطة دي، وهجيب الكبدة بتاعتي اللي انا مقطعاها حتت صغيرة كده، هحط عليها نص الخلطة دي كده واقلبها كويس. الكبدة دي ممكن تكون كبدة فراخ وقطعها كويس كده، او تكون كبدة عادية، كبدة غنم، كبدة مواشي، يعني اي نوع من الكبدة انا ممكن استخدم الطريقة دي معايا، وهتديني نتيجة بقى روعة روعة روعة. لازم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود علشان ميبقاش عندي ريحة زفارة خالص في الكبدة بتاعتي. خلاص كده هنقلب، هنسيبها كده ربع ساعة ولا حاجة تشرب من التتبيلة على النار بقى. وفي حاجة غويطة كده هحط شوية زيت كويسين، حبة زيت يعني محترمين كده، وهنزل بنص التتبيلة بتاعتي اللي انا كنت شلتها على جنب اهي. الريحة بقى حاجة تحفة، حاجة مش معقولة يا جماعة. هنزل بقى بالكبدة بتاعتي، هتاخد بقى الريحة وهتاخد الطعم، والجيران هيجوا يخبطوا عليكم ويقولوا لكم عايزين ناكل معاكم النهارده. العين طبعا لازم تبقى عين البوتاجاز عالية، لازم. هتنزل كده شوية مية وترجع تشربهم تاني. والموضوع ده مش بياخد كتير لان هي الكبدة ما بتستحملش، يعني سواها سريع جدا. مقطعة انا بقى فلفل رومي، وممكن لو حابة فلفل حامي، وشوية طماطم كده متقطعين برضو مكعبات. كله هننزل كده على الكبدة عشان تكمل سواها معاها. بس كده لا، هنحط كمان نص كده فنجان خل ونقلب. هنسيبها بقى تشكشك كده مع بعض على النار شوية. الكبدة خلاص بتاعتنا شكشكت وبقت تحفة. هطفي عليها وهروح بقى اعمل سلطة الطحين. هحط بقى في طبق كده شوية طحينة، موضوع ملوش مقدار يعني. هحط عليها معلقة من الزبادي، هحط عليها فصين كده من الثوم المهروس، هقلب كل كمون، ملح حسب الرغبة، شوية من الخل، هنقلب كل ده. هنفكها بشوية مية. خلصنا كده الطحينة بقى. تعالوا نعمل السندوتشات الجبارة. هنجيب بقى العيش الفينو بتاعنا، هنفتحه، هنبتدي نحط فيه
الكبدة التحفة دي. حاجة يا جماعة ريحة وطعم غير طبيعي، جربوها مش هتبطلوها. شوية بقى طحينة كده، نعمل كده شغل جامد بالطحينة ده بقى. سندوتش الكبدة تحفة تحفة، احلى من اي محل وانضف من اي محل. عاملاه بايدك وفي بيتك بحاجتك وبادواتك زي الفل. ان شاء الله يعجبكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وان كنتوا لسه ما اشتركتوش لازم تشتركوا، وكمان هستنى تعليقاتكم على الحاجات اللي انا بقدمها. دي كانت طريقة عمل الكبدة الخرافية بأسهل طريقة مع مين.